اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايلكم النهارده بروتين جديد هيخليك ان شاء الله تقومي تخلصي كل اللي وراك في اليوم ده. كده كان الجو جميل يا جماعه، قلت كده افتح الشباك الهوا يدخل. زي ما انتم متعودين مني، يعني بحب اشغل قوي القران الكريم برضو واعليه كده يوصل لي في كل ركن من اركان الشقه، في البلكونه بقى، في المطبخ، في كل ركن من الاركان. بصوا بقى شوية معلومات كده عرفتها عن شهر شعبان هقولها لكم عشان خاطر تعملوا بيها وكمان تستفادوا منها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شعبان إلا قليلا، يعني اللي انت تقدري عليه في شعبان تصوميه. طبعا خلاص يا جماعة، رمضان على الأبواب والأعمال بترفع في شهر شعبان. يعني ايه؟ يعني احنا أعمالنا ترفع في شهر شعبان، فلازم نكون في الشهر ده يا جماعة نقرأ قرآن كتير، نسمع. لو انت مش هتقري قرآن كتير، سورة ولا سورتين، شغلي القرآن واسمعيه كتير شغليه في الشقة وكده. حاجات مهمة جدا تعمليها في شهر شعبان. صومي كتير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شعبان إلا قليلا، يعني لو تقدري تصومي 4 أيام، 3 أيام في الأسبوع زي الفل. عايزة تكتري كتري. كمان نسمع قرآن كتير. كمان مثلا انت قاعدة على الفيس مثلا او قاعدة على اليوتيوب، جالك مثلا مقطع اغاني، يعني ايه؟ تخطيه فورا. ليه؟ عشان خاطر احنا في الاشهر الحرم رجب وشعبان ورمضان. المعصية لو عملناها بتبقى الضعف. يعني سماع الاغاني، سماع الحاجات اللي هي مش كويسة، غلط. حتى لو جالك مقطع كده وانت قاعدة على الفيس، عديه بسرعة عشان خاطر ما تشيليش سيئات كتير. معلومات عرفتها كده عن شهر شعبان، وان احنا لازم بقى بصوا نقرا قرآن كتير. وبصي هاتي 3 صور كده، لو انت مش متعوده تقرا قرآن كتير المفروض نقرا جزء كده في اليوم. تمام، نقرا جزء في اليوم. طب مش هتلحقي تقري الجزء ده او مكسله، على الاقل اقري 3 صور في اليوم. هاتي سورة ياسين والواقعة وتبارك كويسين جدا في اليوم، وكملي عليهم بصورتين كمان. طيب بعد كده بقى شغلي قرآن كتير في شهر شعبان يا جماعة. احنا الأعمال بترفع في شهر شعبان، فلازم ترفع واحنا صايمين، واحنا بنقرأ قرآن، واحنا بنذكر كتير. واحنا كده بقدر الإمكان، أنا بذكر نفسي وبذكركم برضو، بقدر الإمكان وانتي بتعملي شغل البيت استغفري كتير، صلي على النبي كتير عليه أفضل الصلاة والسلام، سبحي كتير. تمام. مثلا انت بقى شغاله في مواعين، قولي عما بخلص شويه المواعين دول هستغفر ربنا. طب ما عم بقطع شويه البطاطس هصلي على النبي. هتكوني خلصتي كده اذكار. وكمان زي ما قلت لكم، يعني شهر شعبان دي اوعوا يفوتكم، خليكم اكسبوا شهر شعبان وشهر كمان رمضان. طبعا احنا لو عودنا نفسنا الوقت ان احنا بقى نصوم ونقرا قران كتير، شهر رمضان هيبقى بالنسبه لنا اساسي بقى، لازم نقرا فيه قران ونختم فيه القران اكتر من مره. وهكلمكم برضو في شهر رمضان عن احنا لازم نعمل ايه في شهر رمضان ان شاء الله. بس تعالوا الوقت احنا في شهر شعبان الوقت، يعني ما تضيعوش من نفسكم فرصة شهر شعبان يا جماعة. زي ما قلت لكم 3 حاجات ركزوا فيهم. صيام شهر شعبان ليه؟ عشان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شعبان إلا قليل، فتقدري تصومي، صومي كتير. طبعا الأعمال بترفع 13 و14 و15، قبلهم بيومين صومي وبعدهم بيومين كمان صومي. يعني خدي 2 قبلها، يعني 2 و3 بقى 5، 5 و2 7، صومي 7 أيام. في النص بقى كده 13 و14 و15. تمام، قبلهم بيومين صومي وبعدهم بيومين كمان صومي. طيب قراءة القرآن في الأقل خالص جزء كده كل يوم. طيب جزء في اليوم. وكمان تعالي بقى لو مش هتقري جزء في اليوم، أقل حاجة ما تسيبيش القرآن، خلي القرآن معاكي. اقرأي 3 صور في اليوم، أي صور بتحبيها. تمام. شوية كده معلومات عرفتها عن شهر شعبان، طبعا لازم اقولها لكم واقولها لكل حبايبي عشان خاطر اذكرهم ان احنا لازم نفوز ان شاء الله بشهر شعبان وشهر رمضان. تمام. طبعا بصوا اليوم ده كان يا جماعة كان فيه شمس بقى، وانتوا عارفين اللي متابعني عارف ان اليوم اللي فيه شمس في الشتاء انا ما بفوتوش الصراحة. طلعت كل حاجة بره زي ما انتوا شفتوا، البطاطين بقى وكل حاجة بره في الشمس بعد ما نضفت البلكونة وخليتها زي الفل. عندي هنا الركنة اللي قعدتنا فيها على طول، طبعا الشباك قصاد منها على طول، فتلاقي على طول الارج اللي انا بنضف فيه ده، بصوا يعني على طول في تراب. لازم كل اسبوع ابدا ان انا إيه انضفه على طول، لانه قصاد الشباك فعلى طول في تراب. تراب في يومي، فانا كل اسبوع لازم انضفه. فخدت
شلت من عليه كل حاجة ونظمت كده، بنظمه بقدر الامكان، ومسحت التراب من عليه، وجبت كده المعطر. طبعا قبل كده قلت لكم ما فيهوش معطر، كان فايض فيه شويه، وحطيت شويه خل، شويه خل على شويه معطر، احسن ما تجيبي ملمع للخشب، ملمع للازاز، بيلمع ويخلي الريحه جميل. عشان خاطر فيه شويه معطر، وحطيت بقى على الاخر شويه فيه يعني شويه ايه شويه خل، عشان يبقى ريحته حلوه يعني. وبلمع بيه بقى، بلمع بيه الارض، وبلمع بيه كل حاجه، الازاز والخشب زي الفل معايا. بدأت ان انا كده نضفت بقى الركنة كلها، شلت كل حاجة من عليها، حطيتها مكانها ونفضتها. ونفضت كمان الترابيزة زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو. طبعا لان القعدة هنا على طول يعني، فبما ان اليوم شمس وكده قلت انضف بقى الركنة وكده. وطلعت كمان الفرش في الشمس، جيت بقى على الارض هنا برضو بالملمع اللي انتوا شايفينه ده برضو، وبدأت ان انا آه، فوطة مطبخ ولمعته يعني. بصوا روقت كل الركنة كلها، لان طبعا القعدة فيها على طول. فبعد ما خلصت كده ونفضتها بقى وروقت كل حاجة فيها، بما ان بقى قلت مش هكنس السجادة ليه، هطلعها بره في البلكونة يعني نشاط بقى، شوية نشاط بقى، اللي عايزة بقى تاخد شوية نشاط بدل ما تتكنس. ساعات انا بكسل واكنسها، بس بقى اليوم ده قلت اطلعها ليه، عليها حاجات كتير. نفضتها كده، بصوا منزله بقى منزله حاجات كتير يعني. فعيش بقى وورق ومناديل والكلام ده، طلعتها هنا. تعالوا بقى في البلكونه، طلعتها هنا برضو في البلكونه، تاخد شمس وهوا وكده. تغير حتى لو قعدت نص ساعة أو ساعة، اسمها طلعت وغيرت من الهوا وكده، وكنست تحتها ومسحت تحتها وكده. البلكونة عندي بقى هي على طول يعني في الركنة، فأنا بعملها كأنها يعني أوضة من الشقة. ما بنفض الركنة وكده، الصراحة هي مفتوحة فيها يعني. بعد ما جبت الستار وقفلتها كده، حسيت ان هي جزء يعني كبير جدا من الركنة دي. فلما بعمل الركنة لازم اعمل البلكون. كنت حاطه فيها مشايتين كده برضو، جبتهم كده وحطيتهم على السور، عشان انضف بقى البلكونه بالمره. بما اني بعمل الركنه وكده، وطلعت خلاص ظبطتها، ظبطت الركنه جوه، وطلعت السجاد بره. قلت بقى المشايات اللي هي في البلكونه دي احطها كده على السور برضو، عشان خاطر انضف بقى البلكونه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا زي ما قلت لكم بعملها كمعامله بالظبط الشقه من جوه البلكونه، ما بحبش يعني اسيبها كتير. ليه؟ لان احنا بنطلع نقعد فيها. وكمان ببقى فرشها مشاد عشان خاطر الجو بارد تلج، فاستغنيت عنهم يعني في الشقه وكده، وفرشتها مشايات عشان خاطر واحنا واقفين، وانا واقفه بنشر وكده. انتوا عارفين البلاط بقى في الشتاء ده تلج. نفضتها كده بعد ما خلصت الركنه جوه بالمره يعني. انا عملتها النهارده هي والركنه في اليوم ده يعني. نفضت الكنبه كده كويس جدا من اي حاجه عليها. هي الصراحه نظيفه، أنا كنت غسلها معاكم يعني قريب، ونضيفه وزي الفل. بقلبها كده على الناحيتين، لها وجهين، ساعات اعملها على الوجه ده وساعات اعملها على الوجه التاني. بالقماشه اللي في ايدي بقى، اي حاجه في ايدي برضو نفضت السور، وبقى معايا برضو زي الفل. طبعا انا باجي كده نضفت يعني الركنه والبلكونه. تمام. بعد كده بقى هكنس الاتنين مع بعض الصراحة. انا خدتهم في اليوم ده نظافة مع بعض يعني. رتبت الركنة، وبعدين طلعت رتبت البلكونة، وهكنس بقى الاتنين مع بعض برضه، بما انهم بحس ان هما واحد وكده يعني. البلكونة عندي مفتوحة على طول في الركنة، فما ينفعش انضفها. ليه انضفها لوحدها من غير البلكونة؟ ليه؟ لو البلكونة مش نظيفة، وانا نضفت خلاص الركنه وكنستها ومسحتها وكده، طيب ما هو اللي هيطلع بره هيجي بقى رجله كلها تراب كده من البلكونه. فاساسي البلكونه مفتوحه على الركنه، فلازم يكونوا الاتنين نضاف عشان احافظ على النظافه بقى اللي انا عملتها وكده. بدأت ان انا اكنس بقى الركنه كلها. طبعا يا جماعه كان بصوا، كان السجاده مليانه، نفضتها بصوا، كانت مليانه حاجات. زي ما قلت لكم القعده فيها على طول. اللي بياكل بقى بجيب صينيه واحط برضو، بناكل برضو على السجاده وكده. فهري عيش بقى، هري شيبسي، بصوا كانت مليانه حاجات الصراحه. يعني انا عندي كده بنضفها تنفيضه سريعه كده كل اسبوع الصراحه يعني. وكمان الشباك مفتوح عليها على طول، فتراب يومي. فايدي على طول في الحاجه، عشان ما بحبش اقعد كده وابص على منظر التراب كده، بيضايقني الصراحه.
طلعت بقى البلكونة، الصراحة ما كنستهاش، دلق مية على طول، عايزة بقى امسحها. اليوم ده كان الجو يعني في شمس، بس الشمس بتروح وبتيجي. فالصراحة انا ما بقتنعش بنظافة البلكونة غير ما بدلق فيها مية. اولا بتنضف وبتلمع معايا، ثانيا بتريحني، يعني ايه بدل ما اكنس وارجع تاني امسح، لا، على طول ادلق مية كده. بس الصراحة في الشتاء انا ما بدلقش مية كتير، يعني هو يعني نص جردل بس. اما في الصيف بقى، لما تشوفوني بقى ان شاء الله كده في الصيف، الصراحة بغرقها مية. الصيف بقى عايز مية يا جماعة، اما في الشتاء مش عايز مية كتير. في الصيف بغرقها مية، السور واللي هي والحيطان وكده. اما في الشتاء الصراحة بستعمل مية بالراحة كده، عشان خاطر ايه الجو بيبقى برد. وما ينزلش مية كتير في الشارع وكده، تعمل ايه طينة وكده. بصوا بقى، دلقت مية تحت الكنبة بقى وكله، وبدأت ان انا ادعك كده بالمقشة. مثلا يكون في شوية شاي واقعين بيلزقوا، اي حاجة بقى، اي حاجة واقعة وكده، شوية عصير اي حاجة. بعد ما بدلق المية الصراحة بتنضف. انا بسحب كده بالمقشة كله، يعني ايه، كله بقى مع بعضه، التراب اللي بيبقى موجود فيها، اي حاجة واقعة فيها، وكله بنزلهم في الماسور، اسهل لي الصراحة، بحس كده بنظافة كده. بما ان احنا بقى في نص الفيديو، عايزاكم ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، اللي لسه ما اشتركتش في القناة تشترك عشان يوصلها مني كل جديد. لو عجبتها القناة وعجبتها روتيناتي وكده تشترك في القناة. وكمان لايك حلو منكم كده. اللي لسه ما عملتش اللايك دلوقتي تنزل تعمل اللايك، عشان خاطر يا جماعة الفيديوهات، اللايك اللي بيرفع الفيديوهات وكده، عشان يعني قناتي تتشاف كده وتكبر ان شاء الله. بصوا بقى، انا خلصت بقى البلكونه، خلصت البلكونه يعني دلقت فيها ميه وخلصتها. هبدا بقى ان انا امسك بقى الشرشوبه. انا كنت كنسل الركنه، فامسحها بقى شويه معطر حلوين كده في الميه في الجردل، وبدات ان انا ايه امسح الركن. بما اني كان استهمل كل حاجة عليها وكده، طبعا ايه همسحها بقى، لازم. والسجادة بره خدت لها هوا، مثلا ان شاء الله مثلا خدت لها نص ساعة او ساعة. الصراحة انا لما اكون مطلعة حاجة بره في الشتاء، يعني في الشتاء ببقى عيني عليها وعيني على الجو، كل شوية اطلع كده اشوف الجو ايه، قلب ولا لسه شمس زي ما هو. فالصراحة بعدها بساعة كده لقيت الجو هيقلب الصراحة، يعني كان الجو هوا في اليوم ده بس شمس في نفس الوقت. فانا قلت بدل شمس وكده اطلع السجاده واطلع الحاجات، ياخدوا لهم ان شاء الله ياخدوا لهم ساعه او ساعتين بس وادخلهم تاني. ببقى يعني ايه واخده بالي من الجو بره، بطلع الحاجه واخده بالي برضو من الجو. لو قلب في اي وقت او كده طبعا مش مضمون، ممكن يقلب في اي وقت ويمطر وكده. فبدل هو مش مضمون، كل شويه كنت واقفه في المطبخ مثلا اطلع اشوف الجو عامل ايه، كان حلو اسيب الحاجات بره، ان كان بدأ يغيم او بدأ يبقى مش حلو ايه، فادخلهم بقى. خلاص خدوا هوا كده ونضفت تحت منهم، الهدف اللي انا مطلعاه عشانه خلاص اتحقق. خلاص ظبطت تحت منهم وهم بره، خدوا هوا جديد وفتحت الشباك وكده خلاص. فانا مسحت الركنه كلها. عايزاكي تقومي بقى تخلصي كل اللي وراكي وتنجزي كده اي حاجه في يومك، يعني حتى لو مكسله وبردانه وسقعانه، بصي انجزي اي حاجه في يومك، روقي مطبخ، روقي اي حاجه، صاله، بلكونه كده. لما تنجزي اي حاجه في يومك تحسي ان يومك ايجابي، عملتي فيه حاجه، عملتي فيه حاجه من المسؤوليات اللي علينا يعني وكده. انا نشفت مسحت كده الركنه، بما ان بقى البلكونه بقى ظبطتها مع الركنه وكده، فقلت ايه، انا كنت مسحتها معاكم الوقت بالميه وكده، بس لازم انشفها بقى، فنشفتها اهو زي ما انتوا شايفين كده بال بالبتاع اللي هي اللي منشفتها، يعني بالمساحه دي وكده، بالشرشوبة يعني. لازم انشفها وكده ليه، عشان هفرش بقى ليه، عشان خاطر الجو بره بقى بدأ ايه يتغير، الهوا اشتغل بقى، فادخل بقى كل حاجة بقى ايه، ظبطت تحت منها وكده وادخل. طبعا يا جماعة احنا زي ما بنحضر لرمضان في الاكل وفي الشرب وفي التنظيفات وكده، لازم نحضر نفسنا احنا لرمضان. اهم من تحضير الاكل وترويقات وكده، تحضري نفسك ازاي. الحاجات اللي انا قلتها لك في اول الفيديو، قراءة القرآن، تسبحي كتير، تصومي، تحضير نفسنا في رمضان، عشان ان شاء الله كده في رمضان نبقى من المعتوقين من النار في شهر رمضان. شهر رمضان بيجي بعده شهور كتير هناكل فيها وننظف فيها، اما هي 3 شهور في السنة، رجب وشعبان ورمضان، ما بيجوش غير كل سنة يا جماعة.
فاهم من الاكل والشرب واللي احنا نروق لرمضان وكده، اهم حاجة ان احنا نهيئ نفسنا لرمضان. تمام. دي تبقى مهمة يعني بالنسبة لنا. بصوا بقى انا خلصت، فتحت بقى الباب البلكونة زي ما انتوا شايفين، وخدت الاتنين البلكونة والركنة. بصوا بقى، سبت الشباك كده مفتوح، ونضفت كده الارض ده، نضفته من كل التراب اللي فيه. انا قلت لكم التراب فيه يومي يا جماعة، بنضفه كل اسبوع. وشلت كل حاجة من على الركنة بقى، اي حاجة بقى واقعة وكده ونفضتها. وكمان السيراميك كنسته بقى ومسحته بقى معايا يبرق زي الفل. وطبعا سبت الشباك مفتوح والقرآن الكريم برضو شغال. طلعت بقى كده، تعالوا بقى البلكونة، بصوا خليتها زي الفل، بتبرق حرفيا. بصوا اهي. السجادة بقى كده هجيبها ليه؟ عشان خاطر الهوا بدأ يشتغل يا جماعة. طبعا خلاص قعدت ساعتين بره، خلاص مش مشكلة. المهم ايه، طلعتها وكده. فالجو بدأ، حسيته ان هو في اليوم ده بدأ هيقلب بقى. فنضفت كده البلكونه زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم بقى؟ استاهل اللايك والاشتراك. اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. بصوا بقى الهوا، شايفين الستاير؟ الهوا بدأ يشتغل. فالصراحه خفت الجو بقى ايه يمطر وكده. فبما اني نفضت السجاد وخد شمس شويه وهوا شويه، وبرضو البطاطين اللي بره وكده، الصراحه دخلت بقى كل حاجه. يعني عادي في الشتاء عادي يقعدوا ساعتين زي الفل بره. خلاص نضفنا تحت منهم وخلاص. بدأ الهوا، شوفوا الستاير، بدأ الهوا. كان الهوا بقى الوقت ده شديد. فقلت بقى على ايه، خلاص لو الجو مطر ولا حاجة على السجاد والبطاطين. الصراحة رحت على البلكونة، شلت البطاطين، دخلتهم قعدوا ساعتين زي الفل. وكمان جيت هنا بقى شلت السجاد. شلت السجاد كله وفرشته بقى، فرشته كده الايه، بقى معايا زي الفل. لما بنفضه بشيله وببرمه كده وبنفضه تنفيضه حلوه كده على السيراميك. بصوا بيبقى زي الفل، بينضف يعني. كده احسن ما اكنسه بالمكنسه. اما اكون برضو يعني ايه مشغوله ممكن اكنسه. بس الصراحه اليوم ده جالي كده شويه نشاط كده، قلت ايه عشان تقوموا كده تتنشطوا وتشوفوا اللي وراكم. برضو كده ده برضو المشايات اللي في البلكونه، وبفضل فاتحاها وسايباها مفتوحه بدل الستاير مقفول. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك والتعليقات الجميلة منكم، بتفرق معايا يا جماعة التعليقات. لو الفيديو عجبكم لايك واشتراك وتعليقات حلوة منكم كده، وعشان ايه تشجعوني اعمل لكم فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. وعايزاكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامة.